ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن اشرار كان فعلا معاهم حق، بمعنى ان اللي كانوا بيعملوه كان صح تماما، بس غلطهم الوحيد كان في تنفيذ نفسه. ولو جينا نبص بالمنطق هنكتشف ان افعالهم دي كانت فعلا صح، وده اللي هنشوفه في فيديو النهارده. شخصيات شريره كان فعلا معاهم حق. ما ننساش بس قبل ما نبدا تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الفيديو ده. لوتسو من توي ستوري. عشان نفهم لوتسو لازم ننسى صورته كحاكم ديكتاتوري لمرحله الحضانه اللي اسمها الساني الصيد، ونبص عليه في البدايه دبدوب وردي ريحته فراوله مصنوع عشان يتحب ويحضن ويتحضن. لوتسو كان اللعبه المفضله لطفله اسمها ديزي، ومكانه في قلبها كان ملوش بديل. العلاقه دي ما كانتش مجرد علاقه امتلاك، دي كانت هويته وسبب وجوده في الدنيا. الازمه الكبرى بتنفجر لما ديزي بتاخده معاها في رحله وبتنساه هو وكام لعبه تانيين في استراحه كده على طريق. لوتسو ساعتها ما استسلمش وما قالش انا اترميت، بل اتحرك بدافع الحب الخالص، قاد زمايله ومشى مسافات طويله، واجه الصعاب ومخاطر الشارع، وهو في النهايه مجرد دبدوب قماش. كل ده عشان يرجع لحضن البنت اللي بيحبها. المحرك الاساسي هنا كان الوفاء اللي كان موجود عند لوتسو. لما لوتسو بيرجع البيت بعد رحله شاقه بيبص من الشباك وبيرسم على وشه ابتسامه امل، لكن الصدمه اللي بيشوفها بتدمر جهازه النفسي بالكامل. ديزي قاعده وبتضحك وفي حضن دبدوب فراوله جديد تماما، نسخه طبق الاصل منه. وفي اللحظه دي الحاله المره لعالم الالعاب بتضرب لوتسو في وشه. الالعاب بالنسبه للاطفال مش كائنات حيه ليها مشاعر، الالعاب مجرد سلع استهلاكيه قابله للاستبدال والتعويض بمجرد بس ما تضيع. منطق لوتسو هنا صح 100% وبدون اي تزييف. في عالم الرأسمالية واستهلاك الالعاب، الطفل لما بيفقد حاجه بيعيط شويه واهله بيشتروا ليها بديل، والبديل بيقوم بنفس الوظيفه، وطفل بيفرح ويهمل اللعبه القديمه. لوتسو اكتشف انه ما كانش مميز ولا حاجه، ولا كان حتى محبوب لذاته، هو كان مجرد سد خانه لعاطفه طفله. الصدمه دي ولدت عنده وعي وجودي مرعب. الوعي ده بيقول ان الحب كذبه، وان الالعاب بتعيش في وهم كبير صنعه كتاب ديزني زي وودي وباز اللي عايشين في انكار. لوتسو شاف الحياه العاريه اللي وودي نفسه رفض يشوفها لحد الجزء الرابع، لما ادرك ان الاطفال بيكبروا وبيرموا العابهم. لما لوتسو بيروح الحضانه بتاعه ساني سايد بيقرر يبني نظام يحمي الالعاب من وجع القلب اللي هو عاشه ده. هو مش شرير عايز يسيطر لمجرد السيطره، هو شايف ان اللعبه لما ترتبط بطفل واحد بتبقى رهن لمزاجه ومصيرها الحتمي سله المهملات او الحرق لما طفل يكبر. الحضانه بالنسبه له هي الحل المثالي. اطفال كتير بيتغيروا كل سنه، مفيش طفل هيملكك لوحدك، وبالتالي مفيش طفل هيكسر قلبك لما يرميك. هو نقل الالعاب من نظام الملكيه الفرديه اللي بتدمرهم لنظام الملكيه العامه المستدامه، عشان كده بيتقال عليه ديكتاتوري. حط الالعاب الجديده في غرفه الاطفال الصغيرين اللي بيكسروا اللعب، وده لحمايه الالعاب القديمه اللي استقروا في النظام. وتصرفه مع وودي وباز كان نابع من انه شايفهم مغفلين عايشين في وهم اسمه الوفاء لاندي، وهو عارف ومقتنع ان اندي هيسيبهم ويروح الجامعه، وهو ده على فكره اللي حصل فعلا. لوتسو كان معاه حق في نظرته لعلاقه طفل باللعبه، هو فقط سمم قلبه بالمراره لدرجه انه رفض ينقذ وودي في المحركه، لان المحركه في نظره هي النهايه الطبيعيه لاي لعبه صدقت كسبت الحب اللي عند الاطفال. هيدس من هيركليز. في الميثولوجيه والاعداد الكرتوني لديزني، هيدس هو الاخ الاصغر لزيوس وبوسايدن. بعد ما هزموا العمالقه قعدوا يقسموا كيكه دي ما بينهم كده. زيوس اخذ السماء وجبال الاوليمب والواجهه الاجتماعيه بقى والحفلات والاضاءه، وبوسايدن اخذ البحار والمحيطات والحريه. وهيدس اترمى في العالم السفلي، مكان ضلمه كئيب مليان ارواح ميته بتصرخ، ريحته كبريت ومفيش فيه اي مظاهر للحياه او البهجه. الظلم هنا مش ظلم قدري، ده ظلم عائلي. هيدس اتعامل معامله ابن البطه السوداء، هو ما اختارش المكان ده، هو اترفض واتفرض عليه كنوع من النفي. في حين ان زيوس مقضي احتفالات بولاده هيركليز وبيوزع هدايا وبيشرب نبيذ في جبال الاوليمب. هيدس شغال ورد 24 ساعه في الاسبوع، بيدير ملايين الارواح وبيسمع شكاوي الموتى، ومحبوس في زنزانه جغرافيه مرعبه، اقل موظف مصري. هيدس لو بصينا له بمنظور حديث هو النموذج المثالي للموظف المطحون اللي بيعمل كل الشغب الصعب والمقرف، في حين ان المدير اللي هو زيوس بياخد كل الامتيازات والمكافآت والتقدير. هيدس شخص ذكي جدا، متحدث لبق، عنده حس دعابه سودا طبعا نتيجه البيئه اللي عايش فيها، ومنظم جدا كاداري، ومع ذلك مفيش اي حد في الاولمبي بيعبره او
بيحترم مجهوده، بل الكل بيبص له بقرف وخوف لمجرد ان وظيفته هو ملك الموتى. رغبة هيدس في الإطاحة بزيوس مش نابعة من شر مطلق، دي ثورة تصحيحية، وعايز حقه في الشمس، حقه في انه يعيش فوق زي بقية اخواته، حقه ان مكانته تتقدر. لما راح للعرافات وسأل عن مستقبله، هو كان بيحاول يلاقي مخرج قانوني او ثوري للأزمة الوجودية اللي هو فيها. خطته حتى لتحرير العمالقة واستخدامهم لضرب الأوليمب هي استعانة بقوة عاملة مظلومة محبوسة برضه عشان يهد النظام اللي عامله اخوه زيوس. حتى في شره هيدس بيلعب بالقانون والورقة والقلم. لما عمل اتفاق مع ميجر، هو ما نقذهاش بالسحر وخلاص، هو اشترى روحها مقابل انقاذ حبيبها اللي خانها بعد كده. ولما عمل اتفاق مع هيركليز، التزم بشروط العقد بالظبط، تنازل عن قوتك لمدة 24 ساعة بشرط ان ميجار ما تتأذاش. ولما ميجار اتأذت، العقد باطل وقوة هيركليز رجعت له. هيدس بيمثل الشخص اللي بيمشي جوه النظام الفاسد وبيحاول يستغل ثغراته عشان ياخد حقه. هو شايف ان خلينا نقول عليهم الملوك اللي موجودين فوق الاوليمب منافقين بيدعوا الفضيليه والحب، وهم نافين اخوهم في مجاري العالم السفلي. وغضب هيدس هنا مبرر تماما، وتخطيطه للانقلاب هو النتيجه الطبيعيه لاي نظام بيقوم على توزيع المناصب بناء على الهوى كده والمزاج، مش الكفاءه او العداله. هيدس كان يستحق مكان فوق في الشمس، لكن النخبه الحاكمه قررت تعيش في برج وتسيبه هو في الضلمه. فلاد من داني الشبح. عشان نفهم فلاد لازم نرجع لورا 20 سنه من احداث الكرتون لايام الجامعه. فلاد ما كانش شخص شرير ولا كان عنده طموح لتدمير العالم، كان شاب ذكي طموح وعنده اعز اصدقاء هما جاك ومادي. فلاد كان بيحب مادي بصدق وصمت، وكانوا هما الثلاثه شغالين على مشروع تخرج عباره عن بوابه شبحيه بدائيه. الازمه الكبرى والماساه اللي غيرت مجرى حياته كلها حصلت بسبب غباء واستهتار جاك. جاك بسبب قله تركيزه واهماله اتسبب في انفجار المعمل، والانفجار ده ضرب فلاد في وشه بالكامل بطاقه شبحيه مركزه. النتيجه فلاد اصيب بمرض مرعب اسمه حب الشباب الشبح، حرفيا ده اسمه. وده مش مجرد مرض جلدي، ده مرض قعده في المستشفى والعيادات لمده 20 سنه كامله من عمره وشبابه. منطق فلاد هنا قوي لدرجه تخليك تعذر كرهه لجاك. تخيل ده افضل 20 سنه من عمرك اللي هم عشريناتك وثلاثيناتك محبوس في مستشفيات وبتعاني من الام مبرحه لمجرد ان صاحبك مغفل ومش بيركز في المعمل. ومش بس كده، لما فلاد خرج للدنيا بعد ما تعافى لقى ان جاك السبب في تدمير حياته ما خدش اي عقاب، بل بالعكس جاك عاش حياته بطول العرض واتجوز مادي البنت اصلا اللي فلاد كان بيعشقها، وخلفوا اطفال وعايشين في تباهي وسعاده. وجاك لسه بيمارس غبائه العلمي عادي جدا ولا كانه دمر مستقبل بني ادم كامل. فلاد لقى نفسه خسر صحته، شبابه، البنت اللي بيحبها، وفرصته في انه يعمل عيله طبيعيه. الحقد اللي جواه تجاه جاك مش حقد شرير سادي، ده غضب انساني طبيعي جدا من الظلم واللا عداله. جاك دمر حياه فلاد ومشى في جنازته عادي جدا من غير ما يدفع ثمن غلطته. حتى لما فلاد استخدم قواه الشبحيه وبقى غني، الفلوس ما قدرتش تعوضه عن الدفء العاطفي والعيله اللي جاك سرقها منه. ولما فلاد بقى بيظهر في حياه داني، هو مش عايز يقتله لمجرد الشر، فلاد بيشوف في داني الابن اللي كان المفروض يخلفه من مادي لو ما كانش الانفجار حصل. هو بيحاول يتبنى داني ويعلمه ازاي يستغل قواه، لان فلاد حاسس بوحده قاتله. هو الشخص الوحيد في العالم قبل داني اللي هجين بين بشر وشبح، وعاش 20 سنه في عزله تامه مع قوته ومحدش فهمه. طبعا رغبه فلاد في قتل جاك او خطف مادي هي تصرفات اجراميه، لكن الدافع وراها هو رغبه اعاده ضبط الزمن واسترداد الحق المسلوب منه. فلاد معاه حق في كرهه الاعمى لجاك، ومعاه حق في كمان في شعوره بالمراره تجاه مجتمع وجد لجاك العذر واعتبره عالم اخر طيب، في حين ان الضحيه الحقيقيه هنا هو فلاد. اتنسى في غرف المستشفيات الضلمه. فلاد هو تجسيد للمقوله اللي بتقول احذر من الشخص اللي صبر على ظلمك لسنوات، لانه عندما ينتقم سيهدم المعبد على الجميع. لورد تشين من كونج فو باندا. التوس الابيض من الجزء تاني هو واحد من اعظم الاشرار اللي مكتوبين في تاريخ ديزني ودريم ووركس. شين اتولد في عائله ملكيه بتحكم مدينه غونغامن. عائلته كانت مشهوره باختراع الالعاب الناريه اللي بتجيب البهجه للناس. شين ما كانش شرير بالفطره، وكان عبقري كيميائي ومبتكر فذ. هو بيبص الاشياء بنظره عمليه ومستقبليه. شين اكتشف ان البارود اللي بيستخدم في الالعاب الناريه ممكن يطور ويبقى قوه تدميريه خارقه. من وجهه نظر شين، هو كان بيصنع قوه رادعه لمملكته وعيلته عشان يحميهم ويخلوهم القوه العظمى في الصين، لكن اهله بدل ما يحتووا عبقريته او يواجهوها حتى راحوا للمستبصر اللي قالت نبوءه مرعبه اذا استمر شين في هذا الطريق سيهزمه محارب باللونين الابيض والاسود. هنا بنوصل لقمه الماساه والمنطق عند شين. شين لما سمع النبوءه شعر بتهديد وجودي مرعب. هو طفل او خلينا نقول شاب لقى ان في كائنات الباندا هتيجي في المستقبل تدمره وتدمر ارثه اللي شغال عليه. تصرفه بالهجوم على قريه الباندا وابادتهم كان ضربه استباقيه بدافع الخوف المحاط وحمايه النفس. مين فينا لو عرف ان في جماعه معينه مصيرها الحتمي هو تدميره مش هياخد حذره او يحاول حتى انه يقضي عليهم؟ لكن الصدمه الحقيقيه
الحقيقيه والظلم الاكبر لشين ما كانش من الباندا، كان من ابوه وامه. لما شين رجع ملطخ بالدماء بعد المعركه وهو فاكر ان اهله هيشكروه لانه قضى على التهديد اللي بيهدد العيله، ابوه وامه بصوا له برعب وقرف ونفوه وطردوه بره المملكه للابد. النفي ده دمر شين نفسيا، اهله تخلوا عنه ورموه في الشارع وفي البرد لمجرد انه حاول يحمي نفسه ويحميهم من النبوءه هم اللي جروا وراها. طرد شين من المملكه خلاه يتبنى عقيده سوداويه، اذا كان اهلي اللي من دمي رفضوني فالعالم كله لازم يخضع ليا. شين قضى سنين طويله في المنفى في ظروف قاسيه بيبني جيشه وبيصنع مدافعه، مش عشان بيحب الدم، عشان يرجع بلده ويقول له روح ابوه وامه بصوا انا العبقري اللي طردوه، انا بقى اللي هحكم الصين باكملها باسلحتي. منطق شين ان النبوءات كذبه بتتحكم في مصائرنا كان صح. في الواقع النبوءه هي اللي خلقت الشرير ده. لو ما كانش المستبصره قالت النبوءه ما كانش شين هاجم الباندا، وما كانش ابوه هيبقى يتيم وعايز ينتقم، وما كانش اهله نفوه. اهله هم اللي صنعوا الوحش بايمانهم الاعمى بالخرافات وتخيلهم عن ابنهم في وقت ازمته. شين كان ضحيه لعائله ملكيه فضلت سمعتها الاخلاقيه ونبوءه غامضه على احتضان ابنها العبقري المذعور. شين كان معاه حق انه يكره عيلته ويكره النظام القديم اللي قايم على الكونج فو العاجز امام التطور التكنولوجي والمدفعيه اللي هو اخترعها، وده يخلي برضه افعاله مبرره شويه. الاستاذ رادغن من ذا جريت ماوس ديتكتيف. عشان نفهم رادغن لازم نفهم طبيعه مجتمع القوارض في لندن العصر الفيكتوري اللي بيدور فيه الفيلم ده، منقسم طبقيا بشكل مرعب بناء على السلسله. رادغن اتولد فار بجسد ضخم وقوي لكنه بيمتلك عقليه عبقريه، ذكاء حاد وحس استروقراطي راقي جدا. هو بيلبس بدل شيك، بيسمع موسيقى كلاسيكيه وبيتكلم بلباقه ملوك. المأساة هنا ان رادغن رغم كل عبقريته وتفوقه العقلي على كل الفئران اللي حواليه لقى المجتمع دايما بيبص له باحتقار لمجرد جيناته. بالنسبه لهم هو مش بروفيسور، هو مجرد جرز مجاري مقزز. الكلمه دي بالذات كانت بتسبب له ازمه نفسيه لدرجه ان ممكن يقتل اي حد من رجاله لو غلط وقال له يا جرز. منطق رادغن نابع من رفضه تام للطبقيه الجينيه، ان مجتمع القوارض كله بيحكمه عيله ملكيه من الفئران البيضاء اللطيفه لمجرد شكلهم. ليه الملكه ميستوريا قاعده على العرش وبتؤمر وتنهي وهي ما عندهاش ربع ذكاء او تخطيط رادغن شايف ان النظام الملكي ده نظام فاسد وقايم على تميز العنصري ضد فصيلته. خطته الشهيره الاستيلاء على العرش عن طريق صنع لعبه ميكانيكيه او روبوت يعني شبه الملكه، مش مجرد رغبه في السلطه، دي حركه عبقريه بتثبت ان النظام الملكي الهش ده مجرد وجع غبيه ممكن تزويرها بآلة عادي. هو مع حق في انه يرفض يتصنف كمواطن درجه تانية بسبب نوعه، هو عايز يثبت للعالم ان الذكاء والكفاءه هم اللي لازم يحكموا مش لون الفرو او حجم الديل. لما رادغن قرر يهد النظام كان بيحاول يكسر السقف الزجاجي اللي اتعمل قدام اي حد جاي من نقاع. طبعا اسلوبه الاجرامي واستخدامه للقطه فيليسيا لاكل اعدائه كان وحشي، لكن كفاحه عشان يتقال له يا سياده البروفيسور مش مجرد يا جرز، هو الصرخ بني ادم او فار اتظلم من مجتمع بيحكم بالظاهر. امبراطور بيليوس من بيت البومه. الامبراطور بيليوس هو الشرير الاساسي في كرتون بيت البومه، وعشان تفهم دماغه صح لازم تسافر بالزمن للقرن ال17 زمن محاكمات الساحرات في امريكا القديمه. بيليوس اتولد انسان طبيعي في زمن كانت الساحرات والمخلوقات السحريه بتمثل الشر المطلق والخطر الوجودي اللي بيهدد فناء البشريه. لما بيليوس واخوه اترموا بالصدفه في جزر المغلي وهي عالم الصحراء والوحوش، هو ما شافش عالم جميل ولطيف زي ما الابطال بيشوفوه، هو شاف الجحيم على الارض. العالم ده قايم على جثه عملاق ميت، المطر فيه بتغلي وبتحرق الجلد، ومليان وحوش وشياطين وصحراء بيمارسوا سحر اسود مرعب بالنسبه للانسان جاي من خلفيه تاريخيه ودينيه معينه. المكان ده هو وقر الشياطين اللي لازم يتم ابادتها لحمايه كوكب الارض وجنس البشر من خطرهم. منظور بيليوس هو منظور البطل التراجيدي من وجهه نظره الشخصيه، هو مش شرير سادي عايز يحكم وخلاص. بيليوس قعد 400 سنه عايش في عالم الصحراء بيستحمل الام مرعبه وبياكل ارواح عشان يفضل عايش ويحافظ على قوته، كل ده في سبيل مهمه وهي حمايه البشر. منطق بيليوس بيقول ان الصحراء دول لو لقوا طريقه يدخلوا بيها عالم البشر بكامل قوتهم هيدمروه ويستعبدوا البشر العاجزين اللي ما عندهمش سحر. خطته كبرى ذا داي اوف يونيتي او يوم الاتحاد اللي كان عايز يبيد في كل الصحراء عن طريق اختام السحر، كانت في نظره هي التطهير النهائي للشر. هو شايف نفسه زي القاده العظام اللي بيعملوا العمل القذر الصعب عشان ينقذوا عائلتهم وجنسهم، ومستعد يتشتم ويبقى مكروه من الصحراء في سبيل انه لما يرجع عالم البشر يرجع كصياد الساحرات الاسطوري اللي امن مستقبل الانسانيه. بيليوس مع حق في خوفه من عالم غريب وقوي ومسلح بقوه خارقه للطبيعه في الحروب. المنطق بيقول اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيه. تضحيه بيليوس بشبابه وباخوه اللي خانه واتجوز ساحره وكل مشاعره الانسانيه كانت نابعه من عقيده صلبه جدا لحمايه الانسانيه نفسها. الكرتون بيوريك انه شرير وعنصري ضد الصحراء، بس لو بصيت من نظره بشريه بحته بيليوس
داريوس كان خط الدفاع الاول والوحيد لكوكب الارض ضد غزو سحري محتمل. الشيف سكينر من الفار طباخ. عشان نفهم موقف الشيف سكينر لازم نخرج بره الاطار الطفولي للفيلم ونبص للموضوع بعيون صناعه المطاعم في باريس. شوف بقول باريس كده على اساس ان فرنسي يعني وبتاع. المهم ان باريس هي عاصمه الطبخ في العالم، ومطعم جوستو ما كانش مجرد عربيه كشري او محل حواوشي في حاره، ده كان مطعم 5 نجوم بيمثل قمه الهرم الاستقراطي للاكل الفرنسي، وسمعته التاريخيه هي راس ماله. لما الشيف العظيم اوغاست جوستو مات بعد ما خسر نجمه من نجومه بسبب نقد لاذع، الشيف سكينر مسك الاداره. سكينر ما كانش مجرد حرامي، هو كان المساعد الاول والدراع اليمين لجوستو لسنين طويله. هو الشخص اللي فاهم خبايا المطبخ واللي حافظ على جوده الاكل والتعامل مع المديرين. وظيفته الاساسيه والاولى كرئيس طهاه هي الحفاظ على اسم المطعم وحمايه الزبائن من التسمم والالتزام الصارم بمعايير وزاره الصحه الفرنسيه. الفيلم بيحاول يظهر سكينر كشخص جشع وعصبي بيكره لينجويني وريمي، لكن لو فكرت فيه بدقيقه عقل، ايه هو التصرف الطبيعي لاي شيف محترم لو دخل المطبخ بتاعه لقى فار مجاري واقف في الحله وبيطبخ؟ الفئران في الواقع هي ناقل رسمي للامراض قاتله زي الطاعون مثلا والسلمونيا وفيروس هانتا. فكره ان فار بيمشي في مجاري باريس بيمسك الاكل برجله اللي مش متعقمه وبيقدمها للزباين دافعين مئات اليوروهات هي جريمه جنائيه يعاقب عليها قانون بالسجن وقفل المنشاه فورا. سكينر لما كان بيطارد ريمي ويحاول يقتله او يحبسه كان بيعمل واجب المهني لاي بني ادم طبيعي بيحافظ على صحه المطعم. اما بالنسبه لمؤامره لينجويني، سكينر لقى ولد مغفل ما بيفهمش حاجه في الطبخ داخل بالواسطه عشان امه كانت تعرف جوستو، وفجاه الولد ده بيعمل اطباق عبقريه. شك سكينر في لينجويني كان في محله تماما وحس في حاجه غلط، ولما اكتشف ان في فار هو اللي بيحركه من تحت الطاقيه، سكينر ما كانش مجنون، هو لقى المؤامره اللي بتهدد بانهاء تاريخ المطعم للابد وتحويله لوكر او بيئه. الناس بتعيب على سكينر انه حاول يعمل منتجات اكل مجمد باسم جوستو زي الشوربه المجمده او اكل الصيني السريع. في عالم البيزنس ده تصرف ذكي جدا لانقاذ شركه بتنهار ماليا بعد موت صاحبها. هو كان بيحاول يستغل البراند عشان يدفع رواتب الطباخين والعمال اللي فاتحين بيوت من المطعم ده. في نهايه الفيلم سكينر بيتم طرده بره المطعم بتاعه اللي شقى فيه سنين، وبيتحسب انه كان ولا حاجه وبيتسحب منه كل حاجه لصالح لينجويني اللي ملوش اي مهاره حقيقيه غير انه ابن جوستو بالدم. وهنا الفيلم بيمجد الواسطه والمحسوبيه على حسب الكفاءه والخبره اللي عند سكينر. والادهى من كده ان في النهايه لما مفتش الصحه بيجي وبيلاقي المطبخ مليان مئات من الفيران اللي بتطبخ بيقفل المطعم فورا. ده معناه ان مخاوف سكينر كانت صح والمطعم اتقفل فعلا، لان وجود الفيران في المطبخ خطر احمر ومفيش فيه هزار. سكينر كان بيدافع عن احترافيه المهنه ونظافه الاكل ضد عبثيه شخص مشغل فار تحت الطاقيه بتاعه. واكتر حاجه بتضحك في الموضوع ان ديزني خلتنا نكره الشيف المحترف والنضيف ونتعاطف مع الفيران. اوكي اخو، خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تدعم الفيديو باللايك والاشتراك وتقول لي ايه اكتر حد انت شايفه فعلا اتظلم في الفيديو ده. ولو الفيديو ده عجبك فاكيد الفيديوهات التانيه هتعجبك. خد لك بصه كده على القناه لحد ما انزل فيديو جديد في حفظ الله.